في لحظة واحدة كل حاجة بتتغير. لحظة واحدة تتحول فيها روح المغامرة لموت. وفي لحظة زي دي جوان موراي كانت المفروض تودع الحياة، لكن اللي حصل ما كانش حد في الدنيا يتخيله. دي مش مجرد قصة نجاة، دي معجزة حرفيا. قبل ما نبدأ حكايتنا ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حكاياتنا اللي جاية. يلا بينا نبدأ. في صباح مشمس من يوم 25 سبتمبر سنة 1999 جوان موراي موظفة بنك أمريكية عندها 47 سنة كانت راكبة طيارة صغيرة مستعدة لقفزتها رقم 36. قفزة تدريب عادية زي أي مرة قبل كده. الطيارة طلعت لحد ارتفاع 14500 قدم، يعني أكتر من 4 كيلو متر فوق الأرض. وما بين السماء والأرض قفزت جوان. السقوط الحر كان ممتع لحد اللحظة اللي حاولت فيها تسحب المظلة الرئيسية، والمفاجأة المظلة رفضت تتفتح. جوان بدأت تقع بسرعة جنونية، الهواء بيخبط في وشها زي الرصاص. شدت المظلة الاحتياطية، ولما شدت المظلة الاحتياطية فتحت جزئيا بس، وده خلاها تلف حوالين نفسها بسرعة مخيفة. جسمها بيترمي في كل اتجاه 130 كيلو متر في الساعة. جسم إنسان بينزل من السماء للأرض. ثواني والأرض قربت. صمت، ارتطام عنيف، كل حاجة وقفت. الكل افتكرها ماتت، لكن هنا حصلت المعجزة. جوان سقطت فوق مستعمرة ضخمة من النمل الناري، واحد من أكتر المخلوقات عدوانية في الطبيعة. وهي فاقدة للوعي النمل بدأ يلدغها بجنون، أكتر من 200 لسعة. جسمها بيتشنج، الألم بيكويها، وهي مش قادرة حتى تصرخ. بس هنا في النص بين الحياة والموت حصل شيء محدش يتوقعه. اللدغات دي حركت الإدرينالين في جسمها بقوة. نبض قلبها رجع، التنفس رجع، النمل أنقذ حياتها. جوان اتنقلت للمستشفى بسرعة. أكتر من 20 عملية جراحية، كدمات، كسور، نزيف داخلي، أيام كاملة وهي بين الحياة والموت. لكنها قاومت وعاشت، بل ورجعت تقفز من الطيارات تاني. قصة جوان موراي مش بس عن قفزة فاشلة، دي عن معجزة، عن إن إرادة ربنا أقوى من قوانين الفيزياء. هي شهادة حية إن الإنسان يقدر يقوم من أصعب لحظة، وإن اللي فاكره نهاية ممكن يطلع بداية جديدة. ساعات الحياة بتقذفنا في العاصفة، بس جوه العاصفة دي بنكتشف إحنا مين وقد إيه روحنا قوية حتى لما جسمنا بيقع. جوان موراي اسم بسيط، لكن قصتها هتفضل محفورة في التاريخ كواحدة من أغرب وأقوى قصص النجاة اللي حصلت في العالم. وبكده تكون خلصت حكايتنا. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس، وانتظروا حكايتنا اللي جاية. سلام.